فبالتالي هنا انت مهم انك تكون موجود على لينكد ان عشان خاطر تعرف الدايره دي، وكمان تعمل يا هلا بالشباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. هنا اس بي في، وزي ما احنا قلنا ان اس بي في اختصار لشورت بوزيتيف فيديوز بنعملها خلال شهر رمضان عشان نتكلم على حاجات مختلفه. والسلسله اللي احنا فيها دلوقتي سلسله بعنوان بستغرب من حاجات ممكن تكون الناس بتعملها وبتعملها غلط، وده بيأثر عليهم بعدين. واول حاجه كنت بستغرب منها ازاي طالب جامعه لحد دلوقتي وما بدأش يتعلم انجلش. تاني حاجه كنت بستغرب منها ان الطلبه اللي بيكونوا عايزين يتعلموا عن تخصصاتهم وياخدوا كورسز وياخدوا دبلومات بياخدوها في اماكن غلط، او في اماكن ممكن تكون اغلى بكتير من اماكن تانية معتمده اكتر والتجربه التعليميه فيها احسن. وتالت فيديو معانا من حلقات بستغرب هيكون عنوانه بستغرب ان انت لحد دلوقتي ما عندكش حساب على لينكد ان. ناس كتير قوي لما بقابلهم في الشارع او بقابلهم في ايفنتس مختلفه او كده بكون عايز اخد منهم اللينكد ان بتاعهم وياخدوا اللينكد ان بتاعي، فبالتالي بتفاجئ ان هم لسه ما عندهمش لينكد ان او اللينكد ان بتاعهم لسه مش متحدث. فخليني اقول لك هنا هو ايه لينكد ان. لينكد ان يا جماعه هو مجتمع العمل، مجتمع الكارير. انت دلوقتي في لينكد ان ده بتقابل ناس كتير قوي، منهم الناس اصحاب شركات كبيره انت نفسك تشتغل فيها، منهم ناس شغالين في الشركات اللي انت نفسك تشتغل فيها، ناس رواد في التخصص بتاعك انت وبيقولوا حاجات كويسه جدا ومعلومات قيمه جدا جدا هتنفعك في مجال دراستك او حتى في مجال شغلك. فبالتالي هنا انت مهم انك تكون موجود على لينكد ان عشان خاطر تعرف الدايره دي، وكمان تعمل علاقات مع كل الناس دي. العلاقات مع الناس دي وانك تعرف الناس دي وتكون موجود وسطهم، هتعرف سوق العمل بيتكلم في ايه وهتعرف سوق العمل طالب ايه دلوقتي. مهم انك تعمل حساب على لينكد ان، ومهم كمان انك ترفع كل السيرتيفيكتس اللي انت اخدتها وكل الليرنينج اكسبيرينسز اللي انت عملتها، علشان خاطر ده بيفرق معاك لو انت داخل تقدم على وظيفه. وكمان عايز اقول لك ان لينكد ان من اكبر المجتمعات الافتراضيه اللي انت ممكن فيها تجيب وظيفه بكل سهوله، وكمان ممكن تلاقي عليه تدريب في مجال دراستك لو انت عايز تشتغل مثلا في شركه معينه على اساس ان انت تتدرب عشان خاطر ده يكون موجود في السي في بتاعك. وكمان انا عايز اشارككم تجربه شخصيه انا عملتها. انا في فتره من الفترات كنت عايز تدريب في مجال الانستراكشنال ديزاين وهو التصميم التعليمي، وده كمان مجال دراستي. فكتبت بوست على لينكد ان انا عايز تدريب في مجال الانستراكشن ديزاين لو اي حد مهتم، انا مؤهلاتي كذا كذا واخدت كورسز في كذا كذا كذا. في سي او من شركه كلمتني واشتغلت معاهم فتره، واشتغلت مع ناس كويسه جدا جدا وناس تقيله قوي في المجال بتاع الانستراكشن ديزاين على مشروع مهم جدا جدا. واكيد مش هينفع اقول فحوى المشروع لان كنت ماضي ان انا ما اطلعش اي حاجه عن المشروع ده بره للعلن. وهتلاقوا تحت هنا في الديسكربشن اللينكد ان بروفايل بتاعي، وهتلاقوا الليتر اللي انا اخدته بعد الانترنشيب مكتوب فيه ايه. فانا عايزك تعتبر الفيديو ده كول فور اكشن ان انت تحدث لينكد ان بروفايل بتاعك، لان لينكد ان هتلاقي عليه شغل، هتلاقي عليه تدريب، هتلاقي عليه الناس اللي هم الاباطره بتوع التخصص بتاعك والناس المتمارسين في تخصصك، وكمان هينفعوك في الحاجات اللي انت محتاج تتعلمها علشان سوق العمل، عشان لما تتخرج وتكون عارف انت هتعمل ايه بره في سوق العمل، وتعرف كمان سوق العمل بيقول ايه علشان ما تطلعش وتتدبس. وفي اخر الفيديو بتمنى تعمل سبسكرايب في الشانل وتعمل لايك الفيديو عشان اعرف كام واحد اتفرج على الفيديو. ويا ريت لو انت عملت لينكد ان بروفايل بتاعك يا ريت تضيفني عندك على لينكد ان، اللينك بتاعي هتلاقيه في الديسكربشن تحت. وفي اخر الفيديو استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وابشر يا صديقي.